بالجزء هذا رح تعرف ليش كل اللي فاتوا على هداك البيت تغيروا، وليش في زاوية ما كان حدا يقدر يوقف فيها بدون ما يرجف. تنويه صغير، هذا الجزء مرتبط مباشرة بالجزء الأول. إذا ما شفت الجزء الأول روح شوفه وارجع لهون. منكمل القصة. أخوها رقد على المطبخ يشوف الأصوات، وهي كانت اللحظة الأخطر. شاف بعيونه 2 مخلوقات ماسكينه من إجريه ورافعينه لفوق، إجريه فوق وراسه لتحت، عم يصرخوا عليه وكانوا يختفوا كل ما يشغل الضوء. البيت حرفيا صار ملعب لشي مو بشري. ومع أول خيط ضوء للصبح دخل الأب ولقى ابنه معلق مرمي ووشه أصفر ومرعوب. نزلوا أخوها على الأرض وما قدر حتى يمشي، ولما قدر يحكي روى لأبوهم كل شيء، بس الأب ما صدق. وحتى يثبت لنفسه أنه ابنه كان عم يتخيل، قرر أنه هو ينام هالمرة ببيت الجد. اللي صار مع الأب كان أخطر وأبشع من اللي عاشه أخوها بكتير. وصل المساء أبوها شغل كل الأضوية وقال لحاله لو في شي كان طلع بس يا ريت ما قالها. الساعة تقريبا 11 منتصف الليل، فجأة انقطعت الكهرباء عن البيت كله، مو عن الحارة بس عن هداك البيت فقط. وبلشت الأصوات، صوت أكل، صوت تنهد، صوت شي عم يجر إجريه على الأرض. فتح باب الحمام وشاف أمه وأبوه المتوفيين من أكثر من 20 سنة قاعدين جوا وعم ينادوه باسمه: يا محمد يا محمد تعال عنا. رجع وقتها لورا من الخوف وسمع صوت بالمطبخ. راح لحتى يشوف، شاف وقتها شخصين طوال ضخمين ولونهم أسود واقفين قدام المجلة وعم ياكلوا شي بني غامق، دمه عم يوقع على الأرض. ولما شافوا أبوه وقفوا والتفتوا عليه، وبلش واحد منهم يضحك بصوت مو صوت بشري، كأنه عم بسمعه هلأ. ما بعرف إذا هالصوت من عندي ولا من عندكم. وبلحظة ظهرت الست والجد من جديد، بس هالمرة كانت وجوههم مشوهة وأسنانهم طويلة وإجريهم مثل رجلين الغنم. وصاروا يقولوا: تعال تعال كل معنا، تعال انت منا. بهاللحظة أبوها ركض لبرا البيت وهو عم يصرخ، وما وقف إلا لبين ما وصل لعندهم. كان وشه أصفر وعيونه رح تطلع من مكانها. بعدها جابوا الشيخ. مو صدفة، مو خيال، هاد سحر أسود معمول باسم العائلة كلها. لما فكوا السحر الأول قال الشيخ ما رح يروح إلا إذا انهد البيت كله. وباليوم اللي وصلوا لحتى يهدوا البيت، كل زاوية طلع منها سحر مدفون. سحر باسم ستي، سحر باسم جدي، سحر باسم الأب، سحر باسم الأخ، حتى سحر باسم رفيقة مروة نفسها. ولما انحرق السحر انتهى كل شيء. عشان هيك رب العالمين قال بالقرآن الكريم: ومن شر النفاثات في العقد. البيت اليوم مهدوم ومكانه تراب وما عاد انبنى شيء أبدا. وبرأيي القصة خلصت هون، بس أثرها رح يضل محفور بذاكرة كل شخص قرأها. وبالنهاية إذا حسيت بقشعريرة فبحب أخبرك مو ضروري يكون بسبب الفيديو نفسه. يمكن اللي عم يشوفني معك من ورا التليفون هلأ مو من هذا العالم. أقرأ المعوذات